صباح الخير. خلونا النهارده نتكلم شويه عن اداره المشروعات. طيب، الكلام اللي هنقوله مش موجود في الكتب، مش الناس بتدرسه في البي ام بي. تمام. في كده منطقه رماديه في اداره المشروعات. آه حضرتك كمدير مشروع محتاج ان انت تتعامل معاها باحترافيه شويه. تمام. في كونسبت مختلف وفيها مدارس مختلفه، وعلى حسب مشروعك وعلى حسب شركتك وطبيعه شركتك ورؤيه شركتك. الكلام اللي انا هتكلم عنه دوت. طيب، كلنا عارفين قوي ان اهم حاجه في المشروع الخط الاحمر بتاع المشروع، السكوب اوف وورك، اللي هو نطاق الاعمال. وكلنا شاطرين جدا في السبليت اوف وورك والسكوب ماتريكس والسكوب ستيتمنت وبنعمل الورك بريك داون ستراكشر مظبوط، ونبقى حاطين عينينا كويس جدا على السكوب وما بنعملش حاجه بره السكوب. كل الكلام ده جميل جدا وانا متفهمه حلو قوي. تمام. وهو فعلا خط احمر. بس كده في مناطق رماديه. آه لما العميل بيجي يطلب من حضرتك ان يعمل حاجات بره السكوب، طبعا اول حاجه تيجي تتبادر على ذهنك فاريشن اوردر، امر تغيير طبيعي يعني. تمام. بس كده في نوعيه من الطلبات اللي بيطلبها العميل اللي هي بره السكوب، ما ينفعش ان انت تعمل لها امر تغيير. لازم يكون عندك من الحكمه وعندك من البصيره ان انت تتعامل مع الحاجات الصغيره ديت. انا ما بتكلمش طبعا عن الحاجات الكبيره، الحاجات الضخمه اللي بتكلف فلوس. في سكوب، تغيير في السكوب بيتكلف فلوس كتير، وقت كتير، مجهود كتير. ما بتكلمش على دوت، انا بتكلم على الحاجات اللي هي ممكن تعدي، ممكن حضرتك تعملها بدون مقابل. هي بتتعمل بمقابل. انا هشرح لك ازاي ان هي بتتعمل بمقابل. هي ليها مقابل، ومقابل مهم جدا. الحاجات الصغيره ديت، الحاجات الصغيره دي بتعمل فرق. آه، كان واحد زميلي بيحكي لي في مشروع من المشاريع، العميل طلب حاجه صغيره مش في السكوب. العميل عارف ان هي مش في السكوب، والشركه عارفه ان هي مش في السكوب، بس هو طلبها حاجه كده ممكن تقول وزنها في المشروع 10000 جنيه. المشروع بملايين. تمام. راجل مدير المشروع رفع سماعه التليفون على مديره البروجكت دايركتور هناك في المكتب اللي قاعد في التكييف. تمام. اللي قاعد في التكييف دي مش حاجه عيب يعني. تمام. هو قاعد يعني تمام في مكتبه. وقال له مستحيل، مش هنعملها، مش في السكوب، ما اقدرش، اداره الشركه وي 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 حاجات كتير قوي. الحاجه ام 10000 جنيه ديت، العميل حطها في دماغه. حسها ان هي ضده. ان انتوا بتعاملوني بالورقه بالقلم، طبعا هعاملكم بالورقه والقلم. وبدا يتعامل بالورقه والقلم، وكان تسبب ان هم الشركه ما عملتش الحاجه ب 10000 جنيه الصغيره ديت. تمام. ان الراجل، الشركه قعدت وخسرت ما يقابل مليون جنيه. اجراءات التسليم اتاخرت، اضطرت الشركه تشغل المحطه. شغلتها شهر اتنين تلاته بسبب ان العميل متعنت. وهو خلي بالك العميل قوي برضو. انت لازم، انت حضراتكم عارفين ان في اسمها الستيك هولدرز مانجمنت، اللي هو اداره اصحاب المصلحه. لازم حضرتك تبقى عارف انت بتدير مين. العميل بتاعك ده شخص قوي. تمام. اللي هو بيديك الفلوس، اللي هو بيديك الابروفال، هو والاستشاري بتاعه. تمام. اللي هو بيمضي لك على المستخلصات، اللي هو بيعتمد لك الرسومات. فهو شخص قوي، فانت لازم تعرف تتعامل مع هذا الشخص القوي بحكمه. تمام. بدون ما تخسره. تمام. نرجع تاني الحته الرماديه ديت. تمام. الحاجات الصغيره اللي بيطلبها العميل وهو عارف ان هي مش في السكوب، وحضرتك عارف والشركه عارفه ان هي مش في السكوب. لازم حضرتك يكون عندك من المرونه ان انت تقدر تستوعب الحاجات الصغيره دي وتعملها بدون ما تطلب مقابل. بس هي في الاخر هي ليها مقابل. مقابل ان انت بتاخد تسهيلات من العميل، تسهيلات من العميل. العميل ما بيخرجكش مثلا مستخلصاتك، فواتيرك. بيتساهل معاك في بعض الحاجات وهو بيسلم معاك في بعض الورقيات. دي كل حاجات ليها مقابل. يعني هي اكشوالي الحاجه اللي انت عملتها الصغيره دي، اللي انت متخيل او الناس كلها متصوره ان هي بدون مقابل، لا، هي بمقابل ومقابل قوي، وبتكسب عميلك. فالحاجات الصغيره ديت. وانا هقول لك حاجه برضو، علشان ايه انت هتيجي تقول لي اصلا انا عندي شركتي فيها اوديت والناس بتراقب عليا حلو الكلام ده، انا متفهمه كويس جدا. بس اما مشروعك يبتدي يخسر، يبتدي يتاخر، المستخلصات تبتدي تتاخر بسبب ان العميل طلب حاجه مش في السكوب وانت رفضتها. تمام. اللوائح والقوانين بتاعت شركتك والاوديت كله في الاخر هيبتدي يتغير علشان نعدل الوضع ده. فانت خليك يكون عندك من الحكمه من بدايه المشروع او في اثناء المشروع ما شغال، عندك في حته ارتجاليه كده بتقدر تتعامل.
لازم يكون حضرتك وانت قاعد في الاجتماعات في الموقع، مش كل حاجه تقوم رافع السماعه التليفون على مديرك او تقول لهم يا جماعه لا انا مش هقدر. لا، في حاجات صغيره كده لازم تاخد فيها قرار سريع. حاجه كده بتكلف حاجه صغيره. وبعدين شاور مديرك، وطبعا خد الابروفال بتاع مديرك بطريقه ما، اكتب له على الواتس وانت قاعد في الميتنج، قول له انا عايز ابروفال منك ضروري. يعني حاول ان انت تلاقي حل ما، علشان برضو ايه البروسيدر واللوائح بتاعت شركتك، واحنا ما بنشجعش اي حد ان هو يخترق اللوائح ويتعدى اللوائح والكلام دوت. بس انا بقول لازم يكون في حته مرونه من حضرتك كمدير مشروع علشان تعرف تعدي مشروعك ده لبر الامان. والحاجات الصغيره دي اللي هي بره السكوب ممكن تتقال مثلا ان هي بجميله. ممكن يتبعت فيها ميل ظريف مثلا، لو في حاجات تنفع تتكتب في ايميل بتقول لعميلك بسبب العلاقه الطيبه اللي بيننا فاحنا قررنا ان احنا نعمل دي في السكوب. بتسجل برضو، يعني حاول بطريقه ما تسجل الحاجات اللي انت عملتها بره السكوب دي علشان تتحفظ، يعني تمام ان هي جميله، عشان في الاخر وانت بتسلم المشروع هتترد لك تاني من عميلك. فيا جماعه الحاجات ديت الصغيره ديت محتاجه شويه حكمه، محتاجه شويه مرونه علشان مصلحه المشروع. عشان انت حضرتك لما تيجي تاخد قرار ان انت ترفض طلب عميلك صغير، تمام، ويخسر مشروعك، فانت كده مشروعك بيخسر والشركه بتخسر ومصلحه الشركه دي ضد مصلحه الشركه. فمحدش يقول لي لا مثلا لما اعمل حاجه كده فدي ضد مصلحه الشركه. لا، انت بتعمل عشان مصلحه المشروع ومصلحه الشركه، مش عشان مصلحتك انت الشخصيه يعني. تمام، مش حاجه دي هتاخدها معاك في البيت يعني وانت ماشي. فالحتت الصغيره دي يا جماعه، الحتت الرماديه دي، الحتت الجري دي، محتاجه شويه حكمه، محتاجه شويه مرونه، محتاجه شويه ارتجال بسيط. ونصيحه لمديرين المشاريع، مديرين ادارات المشاريع والبروجكت دايركتور، ادوا يا جماعه الصلاحيات لمدير المشاريع في المواقع ان هو يتعامل في حيز صغير. يعني يقول له انت تقدر تاخد قرار في الحاجه المعينه في تغيير في السكوب بمبلغ معين بدون الرجوع ليا. ما تخليش كل حاجه كل الخطوط في ايدك، ادي شويه مساحه ارتجاليه للمدير المشروع بتاعك اللي في الموقع، لان هو اللي على خط النار، اللي هو على الجبهه، لازم ياخد قرارات سريعه. صباحكم جميل.